صحابي في برنامج كاتب وكتاب، وهنقرا قصة جديدة ونستفاد منها. معانا أستاذ أحمد القرني. ازيك يا أستاذ أحمد؟ اهلا اهلا يا مايا، ازيك؟ القصه بتاع النهارده اسمها لون واحد لا يصنع البهجه. البهجه اللي هي الفرحه يعني، صح؟ او الابتسامه. طيب حد فاهم حاجه في العنوان؟ غزل قالت انا عارفه. قال عشان احنا لازم نساعد الناس. ايه؟ لما بنيجي نساعد الناس لازم نفرحهم. قصه كده اما نحكيها نعرف ليه عنوانها لون واحد لا يصنع البهجه. قصه بتقول ان في بنوته صغننه خالص زي مايا كده، خالص خالص، بس هي بقى لسه اول سنه حضانه، بقى اول سنه هتروح المدرسه، فبقى يعني مرتبكه ومش عارفه تعمل ايه وتروح فين ومين هيبقوا صحباتها وقلقانه. فلبست هند اللي هي احنا هنسميها مايا بقى ونسميها غزل، لبست وخدت اليونيفورم بتاعها ومامتها خدتها معاها ونزلت ركبت الباص بتاع المدرسه وراحت اول يوم حضانه ودخلت الفصل. حصل ايه اول ما دخلت الفصل؟ المعلمه او الميس بتاعتهم قعدت هند في ديسك معين وقالت لها اقعدي. كل الطلبه او البنات كلهم قاعدين، كل واحده معاها زميلتها، تمام؟ لحد ما الوحيده اللي قاعده في ديسك لوحدها مين؟ هند. فالمعلمه لما حست بالقلق قالت لها لا، في حد من زمايلك، في حد دلوقتي متاخر اول ما يجي هيقعد جنبك فما تقلقيش. فقعدت هند تبص على الباب مستنيه مين زميلتها اللي هتقعد جنبها طول السنه. مش احنا كلنا كده اول ما بنخش الفصل بندور ايه؟ على المقعد. قعدنا بنقعد نستنى بقى نشوف مين زميلنا اللي هيجي، صح؟ عشان عايزين حد كده ايه نرتاح له، نحبه، يكون نفس افكارنا، فيبقى السنه جميله وتبقى العام دراسي حلو، صح؟ فهند فضلت قاعده لحد نص الحصه، وفجاه بنوته دخلت من الفصل، فالمعلمه خدتها وقالت لها اقعدي هنا جنب هند، دي زميلتك. فهند اول ما شافت البنت اللي دخلت اللي اسمها مايا، اول ما شافتها زعلت قوي. ليه زعلت؟ عارفين ليه زعلت؟ لقيتها ايه؟ لقيتها مختلفه عنها شويه، فزعلت. قالت ايه ده؟ هو انا اقضي السنه كلها جنب البنت؟ لا انا مش انا كده عايز امشي، انا مش عاجبني الفصل. المهم قضت اليوم ورجعت البيت تاني، واول ما دخلت من باب الشقه قالت لمامتها لا انا مش عايزه اروح المدرسه. ليه؟ قالت لها اصل انا رحت اول ما قعدوني في الفصل جابوا بنت. ما قالت لها ليه؟ ما البشر كلهم زي بعض، ده الالوان دي بتاعت ربنا. قالت لها لا انا عايزه حد يكون شبهي، لازم اللي تقعد جنبي تبقى ايه؟ شبهي. تبقى شبهي، مش عايزه حد يبقى مش شبهي. فطبعا الام عايزه تفهمها ان اللي بتقوله ده ايه؟ غلط، بس عشان هي ام ذكيه لو قالت لها الكلام مباشر كده مش تقول لها لا انا على موقفي. فتعمل ايه؟ فقالت لها طيب تعالي بعد الغداء، اتغدت، قلت لها تعالي بقى نعمل اللي بنعمله كل يوم. تعالي يا ايه يا هند، تعالي انا هديكي ادي عندي رسمه غابه مرسمه هنقعد نلونها، اقعدي كده لونين الايه؟ الرسمه دي. قعدت يا غزل هند تلون، فلقيت الايه؟ اول حاجه لقيت شجره،
فمسكت هند اللون الاحمر وجات تلون الشجره، لقيت الشجره بتقول لها ايه؟ حاسبي انت بتعملي ايه؟ قالت لها انا بلونك بلون جميل، لون احمر حلو. قالت لها انا شجره، انا مش الشجره لونها ايه؟ اخضر. لونها شجره ايه؟ اخضر وبني. اخضر. قالت لها لا انا بحب لوني، انا الشجره معروفه لازم ابقى لوني اخضر. قالت لها طب انا بحب اللون الاحمر. قالت لها لا ما ينفعش. طيب راحت جايبه اللون الاخضر ولونت الشجره، الشجره ابتسمت في الصفحه وكانت سعيده ان ده لونها. جت هند مسكت اللون اللي بقى عليه الدور اللي هو اللون الاصفر وراحت تلون بيه لون الايه؟ القرنفل. لون القرنفل ايه؟ فقالت القرنفله دي لونها بيضاء، فراحت هي ماسكه اللون الاحمر وهتلونها. قالت لها حاسبي انا لوني ابيض، انا لازم يبقى اتلون باللون بتاعي اللي هو اللون الايه؟ الابيض. الله. طب وبعدين انا كل ما اجي الون حاجه على مزاجي الاقيها عايزه اللون الايه؟ اللون بتاعها. جت النخله، اول ما شافت النخله مسكت اللون الاصفر، جايه تلون النخله. قالت لها ايه؟ لا انا مش عايزه اللون على مزاجك، انا عايزه اللون بتاعي، انا عايزه اللون الاخضر بتاعي. قالت طيب الون البلح بتاعك، الونه باللون الايه؟ الاسود. قالت له لا البلح بتاعي لونه ايه؟ احمر. وفي بلح تاني لونه ايه؟ بني اصفر. صح ولا لا؟ يعني ايه؟ قالت لا انا عايزه اللون بتاعي. فاستغربت هند، قعدت تلون كل شجره وكل بلح وكل الزهور حسب الوانها. فاكتشفت هند بعد ما خلصت الالوان، جت والدتها قالت لها بصي كده على الغابه. فبصت على الصفحه قالت لها الله ايه الصفحه الجميله دي؟ فقالت لها بس يا ماما الوانهم كلها مش زي بعضيها، ده في لون احمر ولون اخضر ولون اصفر، ها ليه كده؟ فقالت لها الغابه جميله عشان ايه؟ ربنا خلقها بالوانها انها كلها الوانها طبيعية متعدده. يبقى اختلاف الالوان هو اللي بيعمل الجمال. طب ما هو الجمال في ان الالوان ايه؟ تبقى ايه؟ لا تبقى مختلفه. صح ان ربنا خلق الكون كله مش لون واحد. احنا لما بنمشي كده بنلاقي الطيور كلها لون واحد؟ لا. ولا لا؟ صح. لما بنمشي كده بنلاقي الشجر كله لون واحد؟ لا بنلاقي الزهور كلها لون واحد. لا. طب جمال الزهور في ايه؟ في الوانها. فهند فهمت. تاني يوم راحت المدرسه بدات تدور على صاحبتها اللي كانت دخلت الفصل ما كانتش عايزه تقعد جنبها، فجريت عليها وقالت لها تعالي اقعدي جنبي. قالت لها لا انت امبارح انت قلتي لي وما ينفعش تقعدي جنبي. قالت لها لا خلاص انا فهمت، انا بعتذر لك. ده جمال الطبيعه وجمال الكون في اختلاف الايه؟ الالوان، في اختلاف الوانه. صح. ان كل ما كانت الالوان مختلفه كل ما كان ده يسبب جمال لينا. ده بيعلمنا ايه يا اولاد؟ بيعلمنا ايه يا غزل؟ كل واحد ربنا خلقه بلون جميل. وده جمال الايه؟ كون. ده جمال الكون في ايه؟ في الالوان، في اختلافه. اتعلمنا ايه تاني من القصه؟ ان احنا ما نحكمش على الناس بايه؟ بالالوان، بلونها. صح. ايوه وكل واحد ليه لون. وانا ليه احكم على صاحبتي عشان هي مختلفه عني؟ الناس تتميز باخلاقها ولا بالوانها؟ باخلاقها. صح. يعني الاميز عندنا اما تشوف صاحبك كده تروح تقول هو لونه حلو ولا تقول اخلاقه حلوه؟ اخلاقه حلوه. صح. واللون ده بتاع ربنا، بتاع ربنا. يبقى الجمال عند البشر جمال القلوب. صح. جمال العقل، جمال الخير. صح. جمال الفضيله، جمال الصدق. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم. صح. الله ينور عليك يا غزل. ينظر لقلوبنا، بيشوف احنا بنعمل خير ولا بنعمل شر. احنا ربنا بيدخلنا الجنة ويدخل الناس الوحشة النار عشان شكلها؟ لا. ولا عشان أفعالها؟ يبقى أنا بقى أتعلم إن أنا لما أجي أقيم صاحبي اللي هيقعد جنبي او اللي هيبقى معايا جدع ما احكمش عليه عشان شكله، اصل هو شكله كذا، اصل شعره كذا، اصل لونه كذا. لا خالص. احنا مطلوب مننا نحكم على الناس عشان نعرف قربها من الحق والخير والجمال.
هو ده اللي يخليني اقول دي مايا دي بنت جدعه، دي مايا دي شاطره، دي مايا دي كويسه وحلوه. ليه؟ عشان بتعمل افعال طيبه وبتساعد صاحبتها وبتساعد زمايلها، ماشي. انما اقول فلان ده شرير او وحش لانه بيأذي الاخرين، ده حكمنا. انما جمال الكون في اختلاف ايه؟ الوانه. اوعى حد فينا يقع في الحكايه دي، ماشي يا محمد؟ اوعى حد يقع في ان انا احكم على البشر من خلال اشكالها، لكن انا احكم على البشر من خلال افعالها. وايه تاني؟ واخلاقها. وايه تاني؟ وصدقها وامانتها. مش احنا قلنا كده؟ دي الصفات اللي تخلينا نقول الشخص ده كويس ولا الشخص ده شرير او مؤذي. انا بحكم على الناس ازاي يا غزل؟ مش بألوانهم، صح؟ بحكم بقلبهم، لأن كل حاجة ربنا خلقها إيه؟ ليها حاجة لونها. أيوة صح؟ ليها لونها وجمالها. في جمال الكون في اختلاف إيه؟ الألوان. استمتاع الحياة بإن شوية يجي ليل وشوية يجي نهار، صح؟ شوية يبقى فيه شمس وشوية يبقى فيه قمر. هو ده جمال الكون في اختلافه. لون واحد لا يصنع البهجة. ان احنا محتاجين كل الالوان عشان الحياة تبقى ايه؟ مبهجة وتبقى سعيدة. ولازم نقرا كتير. جميل. ولازم نقرا كتير. انا عايزك بقى تشكريني عشان القصة الحلوة دي. تقولي بقى في نهاية الحلقة شكرا يا استاذ احمد الكرني. تشكري مين كمان؟ غزل. شكرا يا غزل عشان شاركت معانا. وتشكري مين كمان؟ محمد. صح؟ محمد شارك معانا بقوة، صح؟ وانت احنا بقى كلنا بنشكرك عشان انت كنت مذيعة جميلة، وان شاء الله ندعو ربنا ان انت تبقى في المستقبل مذيعة عظيمة ونشوفك كده على شاشة التلفزيون. قصتنا ويا رب نكون استمتعنا.